بعد ولادة طفلتهما أنباء عن طلاق الحرش وزوجها نوفل بن موسى. إليكم التفاصيل بالفيديو. فقد كشفت مصادر خاصة لإحدى الجرائد الإلكترونية أن الفنانة المغربية فاطمة الزهراء الأحرش انفصلت عن زوجها عارض الأزياء المغربي نوفل بن موسى بعد زواج دام لسنوات. وحسب المصادر ذاتها فإن الحرش انفصلت رسميا عن زوجها بعد ولادتهما لطفلتهما الأولى، وذلك بسبب تصاعد المشاكل بينهما وصعوبة الحياة الزوجية. وفي هذا الصدد لم تخرج الفنانة المغربية فاطمة الزهراء الأحرش ولا نوفل بن موسى بأي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي خبر طلاقهما، ملتزمين بذلك الصمت. وكانت فاطمة الزهراء ونوفل قد أعلنا فيما قبل انفصالهما ليعود الثنائي لبعضهما البعض في فترة الحمل والولادة. وقد نشرت صفحة إلكترونية كذلك عبر إنستغرام هذا الخبر الحزين عبر حسابها الرسمي من مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث تقول هذه الصفحة: هاد الكوبل فرتكوها، تخيلوا يلاه والدين بنيتها، يعني هاد الفترة مهمة لهم بزاف بثلاثة، زعما إلى المشكل فيهم هما الله يهديهم، وإلى في اللي دايرين بيهم لا يغبر لهم الشقف.